اللهم صل وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الكشري الاسكندراني اللي هو العدس على الرز مع بطين مسلوقين كده، يبقى اجمل غدا. واضيف عليه اضافات بيخلي طعمه حلو قوي وريحته حلوه وشكله زي ما انتم شايفين يا حبايبي، وطعمه احلى من شكله بكتير والله. طبعا العدس مش باين لان انا بعمل فيه حاجه كده بخليه كله ايه، لون واحد، بس الطعم بيبقى عدس على رز. يلا ندخل الفيديو ونشوف الطريقه. بس فضلا منكم يا حبايبي ما تنسوش تدعموني باللايك والشير والاشتراك بالقناه. هتجيبي بصلتين كبار كده تحمرهم قوي بالطريقه دي زي ما انتم شايفين كده، وبعد ما تحمرهم كويس قوي لو عندك شوربه هتحط شوربه، ما عندكش شوربه هتحط ايه، ميه. طبعا انا عندي شوربه، انزل بشويه شوربه كده، هجيب كمان شويه ميه، زودت كمان شويه ميه. هسيب بقى البصل بالميه بالشوربه كده يغلوا خالص عشان كل العصاره اللي في البصل تطلع ويديك للكشري طعمه حلو قوي. اسيبهم بس لمده 5 دقايق كده وبعدين نرجع نضيف الكشري. بعد كده هنزل بالبهارات اللي هي بتخلي طعم الكشري حلو قوي. طبعا لو ما عندكيش شوربه هتحطوا مكعبين مرقه على الميه والبصل وتسيبهم يغلوا مع بعض. البهارات بقى ايه، ربع معلقه كركم بس كده عشان يخلي الرز اصفر معاكي، والملح طبعا نص معلقه لان الشوربه فيها ملح، ومعلقه كزبره ناشفه، ونص معلقه فلفل اسمر، ونص معلقه كمون، ونص معلقه السبع بهارات. هنزل بهم كلها كده. بعد كده انزل بالرز والعدس. طبعا بتغسلوا الرز والعدس وتنزلوا بهم على طول، ما تسيبهمش يتنقعوا علشان ما يعجنش منك، عشان تبقى الحبايه حبايه. الكشري ده بتعملي التلتين رز والتلت عدس، يعني كوبايتين رز على كوبايه عدس. بعد كده بتغطي عليه وتسيبيه بقى على نار قويه، ولما يغلي بقى تهدي النار عليه. طبعا الرز بيختلف عن بعضه، لو حسيت ان هو عايز ميه كمان هتضيفوا له كمان شويه ميه صغيرين، وطبعا يفضل الميه تكون مغليه علشان ما يعجنش معاك، لان الرز والعدس ده بيستوي بسرعه جدا. علشان يطلع معاك الحبايه حبايه ميبقاش معجن، لان العدس بيتفتح ويبقى معجن. تغسلوا الرز لوحده والعدس لوحده، تنقعوا الرز شويه وبعدين تضيفوهم لبعض بقى في الاخر، وتضيفوهم على طول على الميه اللي بتغلي او الشوربه بالبصله، لان العدس بيستوي بسرعه عن الرز. فلما تشربي الرز شويه ميه هيستووا مع بعض كله ان شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايديكم يا حبايبي. هسيبه بعد كده على نار قويه لما يغلي، وبعدين هدي النار عليه واوريلكم في الاخر وانا بغرفه. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الفرخ شكله عامل ازاي؟ تعملوا كل واحد طبق كده بقى جنبه بيضتين مسلوقين. ما شاء الله ريحته حلوه قوي، وكمان طعمه احلى من ريحته كمان والله. حته سمنه بلدي صغيره بس كده، مشاه كده على الطبق هو سخن كده. اولا بيخليه بيلمع وشكله حلو، وكمان بيخلي طعمه حلو قوي. ولو الرز مش سخنه تسيح السمنه وتحطها على الطبق من فوق جنب بيضتين مسلوقين. بس انا طبعا مش هطبق بيض، فايه عندي بتنجان مسلوق في التلاجة مع شويه جرجير كده وهنعدي يوم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا قوه الا بالله، والله ما انا عايزه ابطل اكل من جماله. طبعا المعلقه بتخبط في سناني لان الرز سخن. جربي الرز والعدس بالطريقه دي وباذن الله هتعمليه دايما والكل يشكرك عليه وهتدعيلي والله. اتمنى اذا كان الفيديو عجبكم واستفدت منه باي معلومه ما تبخلوش عليا باللايك والشير والاشتراك بالقناه. دمت في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.